حبايبي ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض الكبده الاسكندراني زي اللي كان بناكلها بره في المطاعم بالظبط. دلوقتي انا جهزت التتبيله: توم وربع معلقه كزبره ناشفه، ربع معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، معلقه خل، 3 معالق ميه او 4، تقريبا 4 معالق يعني ربع كوبايه. دلوقتي انا سخنت الزيت كويس، والزيت لازم يبقى كميته زياده شويه. سخنت الزيت كويس ونزلت بنص كمية التتبيلة. انا دلوقتي هحمر الثوم شوية بس على درجة حرارة متوسطة، ان انا ببخر المية اللي انا حطيتها، وفي نفس الوقت بنكه الزيت بطعم التتبيلة زي اللي احنا بناكلها من بره في اللي هي العربيات دي. وعلى فكرة الزيت ده كتير، بس انا في الاخر بصفيه. وعلى فكرة ممكن تحتفظي بيه ببرطمان في التلاجة وتستخدميه مرة تانية، بيدي طعم حلو قوي لان بشرب من طعم الثوم جامد جدا، فهو ده اللي بيدي النكهة اللي بناكلها في المطعم بره. دلوقتي انا مجهزة الكبدة بتاعتي ومصفيها كويس، بس مستنية الثوم كده لونه يغير، عايزاه يدبل خالص ويحمر شوية. في الاول هديت عليه عشان ابخر المية والثوم يستوي براحته، عشان اخد اكتر طعم، يعني اخد من الطعم على قد ما اقدر. الزيت يتنكه كده اهو تمام، بدأ يحمر خلاص كده. هبدأ بقى احط الكبدة. نص التتبيلة التاني هحطه بقى لما الكبدة تبقى تقريبا 90% سوا. في الاول ما بقلبهاش كتير كده، خلاص اقدر اقلبها زي ما احنا شايفين كده، بدأت تدخل في السوا. هي خلاص كده تقريبا استوت، خلاص كده الكبده استوت. هنزل بقى بقيه التتبيله، واخر حاجه خالص بحطها الفلفل الاخضر، والفلفل دقيقه واحده بس ان الكبده تاخد من طعمه، وبطفي عليه لان انا عايزاه بيقرش شويه، مش عايزاه يعني مستوي سوا كامل. بظبط بقى الحدق بتاعها، بشوفها محتاجه ايه، لقيتها محتاجه كزبره، ومحتاجه حبه فلفل اسود، ومحتاجه حبه ملح، لكن كل بقيه البهارات بتاعتها مظبوطه جدا. تمام كده، هي كده مظبوطه خالص. دلوقتي هحط لها الفلفل الاخضر، تقليبه كده بسيطه، ويعني ما بكملش دقيقه وبطفي عليه. كده خلاص الكبده استوت، وده اللون اللي انا عايزاه للفلفل. تمام كده خلاص، وادي الكبده بتاعتنا، جربوها وان شاء الله تعجبكم. الف هنا.